يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض الهريسه بجوز الهند او البسبوسه بجوز الهند. عندي المكونات سهله وبسيطه مثل ما انتم شايفين، كاسه من كل شيء. عندي هون كاسه زيت، كاسه سكر، كاسه سميد ناعم، وكاسه طحين، وكاسه جوز الهند، وكاسه لبن. يعني انت بدك تستخدمي الكاسه اللي عندك الموجوده عندك، بغض النظر كانت صغيره ولا كبيره، المهم يكون كاسه من كل نوع. 3 بيض، وعندي هون زرف بيكنج باودر وزرف فانيلا. هي كل مكونات الهريسه اللي رح نعملها اليوم. هلا رح نخلطهم وارجيكم كيف رح نشتغل سوا. هلا بالبدايه انا رح احط البيض واخفقه مع السكر. انا رح اعمل كمان نوع تاني من الهريسه مع جوز الهند، ما ححط فيها طحين، مجرد سميد. كمان هاي طيبه ورح تعجبك كتير، بس جربيها. نحط الزيت. كل انواع الهريسه بتحتاج لدسم منيح، يعني كاسة الزيت ما كتيرة ابدا على المكونات. رح اضيف اللبن. انا شباكي بيطل على المدرسة، فدائما صوت الاولاد الله يسلمهم لاهاليهم مرافقني باغلب الفيديوهات اللي انا عم بعملها. هلا رح اخلطهم منيح وبضيف الباقي كلهم. رح احط الطحين، احط شوي صغيرة بس لحتى ما يطير الطحين على الاطراف. طبعا كمان رح نستخدم القطر بالنهاية، تكوني مجهزتيه لان لازم يكون بحرارة المطبخ، ما لازم يكون سخن. رح احط هلا السميد. اذا لقيتي القوام صار سميك فيك تستخدمي المعلقة حتى ما يعلق ب السلك هذا اللي انا عم استخدمه. أكلة بسيطة وسهلة كتير. طبعا مثل ما بنعرف نحن دائما بنريحها للعجينة، لأن فيها السميد لحتى تفتح حبة السميد شوي. السميد اللي أنا استخدمته هو السميد الناعم، بس مو سميد الفرخة أو طحين الفرخة اللي مثل الطحين بيكون، يعني مو هذا اللي استخدمته أنا. السميد الناعم اللي بنستخدمه بالعادة للمامونية. كمان فينا نحط نحن بعد ما نطلعها من الفرن، فينا نحط عليها جوز الهند رشة على الوجه. إذا بتحبي بتفضلي يكون عليها جوز الهند. هلأ بضيف جوز الهند آخر مرحلة وبخلطون. هلأ في ناس بيقولوا لي فينا نستخدم الخميرة بدل البيكنج باودر. بالنسبة للخميرة، الخميرة هي بترفع العجين قبل ما تحطيه بالفرن، يعني انت وقت بدك تريحي العجينة بترفعها الخميرة قبل ما تحطيها بالفرن. البيكنج باودر بيرفع العجينة وهي بالفرن، فأنا ما بدي إياها ترتفع هلأ، يعني أنا بدي إياها ترتفع هي بالفرن. لهيك في أكلات بنستخدم لها البيكنج باودر، في حلويات بنستخدم لها الخميرة. هلأ هيك بعد ما صارت جاهزة أنا رح أغطيها وأتركها تقريبا ساعة لحتى بتأكد إنه حبة السميد فتحت على الأخير، وبحطها بعدين بالفرن. انا دهنت الصينيه او حطيت طحينه لحتى ادهن كل الصينيه اللي بتدخلها هلا على الفرن وحط فيها العجينه. حاولي تدهني كمان الحواف شوي
بتحبي تحطي زيت وشوي رشة طحين كمان بيصير، بس انا بلاقي الطحينة هي الهريسة كتير بتكون حلوة، وبيعطيها شوي هيك الطحينة بتخفف شوي من الحلا تبعها، وكمان ما بتخليها تلزق بقلب الصينية. بالشكل هذا انا هلا انتهيت منها. هلا راح حط العجين اللي عندي انا بعد ما تركته ارتاح هاي الفترة. شايفين قوامه كيف؟ لا تسمكيها كتير، هي بتنفش بقلب الصينية، وما طيبة الهريسة كمان تكون سميكة كتير. هلا بنساوي سطحة شوي. بس انتهيت انا منها. بدي احطها انا بالفرن بس من تحت على درجة حرارة 180. بدها تقريبا هي كمان هاد انا دائما بنبه انه حسب الفرن عندك. هلا هي بدها تقريبا نص ساعة اقل شوي. بعدين بدك هلا هي الهريسة اللي بهالشكل هذا ما بيحمروا وجهها الصراحة، يعني بيخلوها شوي مايلة للأبيض، لأنه أنت بدك تحطي عليها جوز الهند إذا بتحبي. فأنا بتركها أول شي بحطها من تحت لحتى بلاقيها احمرت. بتحبي تحمري وجهها شوي بدك تقعدي قدام الفرن وما تتحمل أكتر من دقيقتين، يعني بدك تكوني واقفة حده تشعليه من فوق، بده تقريبا دقيقتين بس تحمري الوجه بشكل بسيط. هو إذا أنت شعلتيها من تحت من حرارة الفرن رح تلاقي الوجه تماسك. هلا بس رح فردها ظبطها منيح وبرجيكم كيف رح نحط كمان عليها اللوز. هلا نحن رح نصف عليها اللوز. طبعا اللوز هذا كمان مؤشر، يعني اذا بدك تحمريها من فوق ما بتحتاج كتير، شي بسيط. صفيهم بالطريقه اللي بدك اياها حسب ما بدك تقطعيها انتي بعدين، اذا كان معينات او بشكل مربعات. هلا انا رح احطهم كلهم وبدخلها على الفرن وبرجيكي بعدين شكلها النهائي. انا طالعتها من الفرن، شايفين كيف صار شكلها بهالشكل هذا. هلا هي سخنه، المفروض احط عليها القطر. طبعا القطر لازم يكون كميته منيحه ولا لا يكون سميك كتير. بالشكل هذا برش عليها كلها. اذا لقيتها غبتهم برجع بحط كميه تانية. كل ما لقيتيها شربت القطر حطي لها. لازم تكون القطر يعني كميته وافره مو قليله. هلا بس اتركها تبرد شوي لحتى اقدر اقطعها. لا تقطعيها وهي سخنه، خليها لتبرد شوي وتشرب القطر، بعدين بنقطعها وبرجيكم شكلها النهائي. من بعد ما قطعتها انا قطعتها بشكل مربعات. هذا هو شكلها النهائي. شايفين ما سميكه كتير ونفشت. بتمنى يكون عجبكم طبق اليوم. اهلا وسهلا فيكم. لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.